وبينما كان الجميع يركض، سقط صغير القرد في الماء وأصبح ينادي بخوف: أنقذوني، لا أعرف كيف أسبح. اختفى الجميع وخافوا، وحتى الحيوانات السريعة، لكن سهى بهدوء وصبر تحركت في الماء، سبحت حتى وصلت إلى صغير القرد وحملته وأخذته إلى بر الأمان. وعندما رآها الجميع صاحوا بفرح: سهى أنقذت صغير القرد. وبعد أن هدأ الماء جاء الهدهد وقال لها: أرأيت يا سهى، أنت لست بطيئة أو ضعيفة، بل أنت صبورة وحكيمة، ومهارتك في السباحة هي ما جعلتك بطلة اليوم. ابتسمت سهى وشعرت بالسعادة، وأدركت أنها لا تحتاج أن تكون سريعة لتكون مميزة. ومنذ ذلك اليوم أصبحت سهى فخورة بنفسها، وتعلمت أن الصبر والحكمة أقوى من السرعة والتسابق.